بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور احمد السعداني وحلقه جديده من برنامج صيدليتك في بيتك. اللي بيميز قناتنا هنا عن اي قناه تانية ان احنا مش بنعمل دعايه لادويه او منتجات معينه، ان احنا لما بنلاقي مشكله بنصدر الضوء عليها، لما بنتكلم عن استخدام معين او سوء استخدام لدواء معين عشان نوعي الناس ونفهمها. الفترة اللي فاتت اتكلمت عن حلقات خاصة بحساسية الصدر للأطفال والمناعة ونقص المناعة والأطفال اللي عندها ربو أو نزلات شعبية أو التهاب رئوي. فجه الفترة دي روشتات كتير لأطفال بتعاني من نفس المشكلة، والغريب بقى ان لقيت الامهات بتشغل دماغها في استخدام الدواء للأطفال، وللأسف الشديد الامهات دي بتضر اولادها اكتر ما هي ما بتنفعهم. الام بتاخد الطفل بتروح تكشف عليه عند الطبيب بيكتب روجيتا طويلة عريضة أصناف كتير، وفي الآخر بيبقى كاتب جلسات استنشاق بخار. أحضر الروجيتا وأجيب الروجيتا للأم، ألاقي الأم تقول لي يا دكتور بلاش جلسات البخار. ليه يا ست الكل؟ ملهاش لازمة. ليه يا ست الكل؟ أنا خايفة ابني يتعود عليها. ليه يا ست الكل؟ أصل هي مش مهمة. طيب انا عايز اقول لك دلوقتي وربنا اللي شاهد، والله 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 ان جلسات البخار دي اهم حاجه مكتوبه في الروجيتا بتاعه ابنك، خاصه اللي عنده حساسيه صدر او اللي عنده ربو او التهاب رئوي، لان هي اسرع في التاثير، بتكون اسرع في التاثير واقل في الاعراض الجانبيه. ودلوقتي هفهمك ليه بالظبط. دلوقتي المنطقه المستهدفه عندنا اللي عايزين نعالجها الصدر. يعني مثلا لو الطفل عنده بلغم على صدره هتلاقي الطبيب كاتب له موسع للشعب الهوائيه او مذيب للبلغم. علشان البلغم ده يدوب او يتعالج او يوسع الصدر لازم الدواء ده يوصل للصدر. فعشان يوصل للصدر لو اتاخد عن طريق بلع، عن طريق حقن، عن طريق اي حاجه، مش هيوصل بالكفاءه اللي هيوصل بيها عن طريق الاستنشاق اللي بيوصل للصدر مباشره. دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان يوصل للصدر برضو لازم هيعدي عن طريق الدم. الدم هياخد الدواء ده يوصله للمخ، يوصله للقلب، يوصله للكلى، يوصله للكبده، يوصله لكل جزء في الجسم، فبالتالي هيبقى في اثار جانبيه يتاثر بيها بقيه الاعضاء. على ما الدواء ده يوصل للصدر شوف هياخد وقت قد ايه، وشوف تركيزه هيبقى قد ايه، وشوف تاثيره هيبقى اقل من التاثير اللي هو يوصل للصدر مباشره. فالميزه هنا في جلسات الاستنشاق ان هي بتوصل للصدر مباشره، ما بتاخدش وقت، بتدخل على صدر الطفل على طول، بيبدا تشتغل في الوقت والحال، ما بيبقاش منها اي اثار جانبيه خالص. عايز اقول لك كمان ان جلسات البخار والاستنشاق دي ولا هي مخدرات ولا هو هيتعود عليها ولا فيها اي مشاكل خالص من اللي انت بتقولي عليها. هي مجرد الحاله او النوبه بتيجي على حسب حدتها، الطبيب بيكتبها، بنستخدمها الفتره اللي على ما العلاج اللي الطبيب كاتبه يبدا يجيب نتيجه بياخد من حوالي 3 ل 4 ايام. الجلسات دي بتبدا تفك الدنيا وتساعده على التنفس عشان خاطر العلاج يبدا يجيب نتيجه معاه ويبدا الطفل يتحسن. فانت ما تشغليش دماغك وتبوظي الدنيا بتاعه العلاج بتاعه ابنك. دي حاجه. الحاجة التانية، الطفل لما بيكون عنده تسلخات بنديله حقن، بنديله دواء شرب، ولا بنديله كريم على المكان اللي فيه التسلخات والالتهابات اللي عند الطفل. فهي بالظبط، او الكريمات هي بالظبط نفسها نفس المشكله. انت دلوقتي المشكله في الصدر، لما توصل الدواء مباشر للصدر زيه زي الكريم اللي حطيته مباشر على التسلخات والالتهابات اللي عند الطفل، عشان يجيب تاثير اسرع وعشان يجيب نتيجه اسرع وعشان يكون اقل في الاثار الجانبيه. فاحنا هنا شبهنا الجلسات البخار بالكريم بتاع التسلخات، لانه بيتحط او بيوصل للمكان اللي احنا عايزين يوصل له مباشرة ويبقى تأثيره اسرع وفي نفس الوقت اثار جانبية اقل. ما تشغليش دماغك تاني، اصرف روجيتا زي ما الطبيب كاتبها لك، التزمي بتعليمات الطبيب، اسألي الصيدلي، وشكرا.